السلام عليكم. الفيديو ديالنا رائع اليوم وغادي نشاركو معكم ابتداء من هذا المنار اخوتي. هذه طنجة وهذا المنار ودار البارود، وهنا غادي نشدكم منها طنجة مارينا وبلايا. وابتداء اخوتي من الفيديو هذا غادي نمشيو للرميلات وغادي نساليكم معايا وغادي نخاضروا عويناتكم. وما تنسونيش اخوتي غير بلي لايك ومتابعه. وحنا هنا وصلنا للغابه والمنتزه ديال الرميلات، وهنا اخوتي غادي تشوفوا شي اجواء رائعه وخلابه اخوتي. من غير ما تمشوش فين وتبعوا معي لحظه بلحظه، وفيديو مازال طويل وغادي نتسارى وغادي نساريكم معاي حيت نتوما عزازين عليا اخوتي بالدعم ديالكم بالتعاليق ديالكم باللايك اللي كتخلوا لي. صراحه كنتمنى هاد القناه هادي تكبر بكم اخوتي، تكبر بزاف بزاف باش نولي نقدم واحد المستوى رائع اخوتي. وكنعتذر على بعض اللقطات ديال التصوير اخوتي حيت راكم عارفين التصوير باش ملي كيجيب غير الشمس والكاميرا شويه الجوده ديالها ناقصه كتجي التصوير ناقص. وهنا اخوتي اللي هذاك كنت كنباشي لحظات كنصور راسي باش كنشد لكم شي حاجه رائعه. هنا اخوتي شوف على مناظر كي دايره وعلى مناظر خلابه، صراحه كتحس براسك بحال اللي راك في شي غابه ديال الامازون. راك المهم كتعيش في هاد الغابة هادي ديال الرميلات المنتزه هادي، كتقول راسك راني في الجنة سيد ربي سبحانه وتعالى. وحقيقة اخوتي هادي الجنة ديال الدنيا، هادي اخوتي الجنة ديال الدنيا. ملي كتجي في هاد الاماكن بحال هادي رائعة، وهاد الطبيعة هادي الخلابة وهاد الاجواء ديال البحر والهواء البحر كتضرب فيه وانت في هاد الغابة هادي وهاد الطبيعة هادي، صراحة رائعة رائعة اخوتي. لماذا هذا خوتي؟ من بعد مني جيت منا وكذا وهضرت مع الاصدقاء ديالي ومع بعض العائله قالوا لي بان ديك الغابه هذه فيها بعض الحيوانات راه جميله. وهذا علاش اخوتي ما شفت ديك الحيوانات هذيك وبقى فيا الحال بزاف باش نصورها معكم. شوف على المناظر كيفاش اخوتي هنايا. صراحه هنا كان الغروب ديال الشمس وكان الجو شويه بحال اللي مساحه هذا جات تصور شويه ناقص. هذا بارك اللي كتباركي فيه العائله، كتجي كتجبر باركي القهوه كلشي اخوتي موجود هنايا. بغيت قهوه بغيت كلشي بغيت تقصي موجود، الخير تبارك الله. والثمن مناسب اخوتي. صراحه عجبني الجو هنايا، عجبني حتى الثمن اللي دايرين هنايا. واخا بلاصه منطقه بعيده على مدينه طنجه، بعيده شويه خارجه على طنجه. وعجبني لا في حاله التنقل تمايا في التراسبور الطرامبيه اخوتي كتشد طوبيس كما طنجاوه كيقولوها الطرامبيه، حنا كنقولوها الطوبيس. كتشد الطوبيس من بلاصه طورو. شديت من بلاصه طورو كنشد الطوبيس للجامع ديال إبري ب4 دراهم. كننتقل من تما من إبرية للرميلات ب4 دراهم، كطلع لك بحال اللي مشيت ب8 دراهم للشخص. هذا علاش كنقول لكم انا كتخرج لك فرجه ممتعه مساريه رائعه هنايا. ولا بغيت جيت في الطاكسي ديالك كتجيب واحد الثمن رمزي عاوتاني 10 دراهم. انت هنايا في الرميلات كتقيم مساري مع راسك، كتجيب الماء القصي اولا بغيت تقصي في القهوه كان موجود هنا المطاعم القهاوي كلشي فين تصل المرحاضات كلشي موجود اخوتي. هنا الناس كتجيب العائله ديالها كتسارى. نعم سيدي للتذكير اخوتي انا خرجت من هنا من نورا المغرب والناس عاد جايه باش تعرف هاد الغابه هادي المنظر ديالها. المهم كيعشقوا بنادم واخا بالليل ما باللي كيجي بنادم لينا يتسارى مع راسو الهدوء والكرم. هذا علاش انا قلت لكم هاد البلاصه هادي غادي بنادم اي واحد غيشوفها غيشتهي يجي ليله. شوف على عرفتي ولا اجواء رائعه. هاد المناظر بحال هكا تشوف على الطبيعة الشجر مع مع البحر مع كذا. صراحة الأجواء كتبقى جميلة جميلة خوتي ورائعة. شوف الأجواء كي دايرة خوتي. كنعتذر على بعض التصوير اللي كيجي بعد قبل الشمس حيت بعد ما كنت كنصور أنا أو يصور معايا واحد الشخص آخر. هنا كيجي التصوير شوية ناقص. ولماذا علاش أنا ما كنبانلكوش بزاف في الفيديو حيت على التصوير اللي كاين وداكشي اللي حضر اخوتي حطيت لكم. ما بغيتش المهم نفشل نحط لكم فيديو ونقول ما جا ناقص في التصوير ولا شي حاجه.
هذا علاش حطيتلكم دي كل لقطة بلقطة، ما بغيتش نضيعكم حتى في لقطة، حيت كاين اماكن بعض اللقطات ما كانش خاصني نحطهم، ولكن المهم لا المحبه ديالكم ولا القبول ديالكم اللي كتقبلوا اي فيديو كنحط لكم داكشي رائع. غير انا كنتمنى منكم اخوتي تدعموني بزاف. اللي ما مشتركش في القناه يشترك، حطوا لي تعاليق زوينه للتحفيز باش تحفزوني نزيد المستوى ديالي. ومهم نحاولوا تشاركوا الفيديوهات ديالي مع العائله ديالكم، حيت انا كنحط فيديوهات محترمه اخوتي، ما فيها لا تطيح ديال الكلام لا حتى شي حاجه. كنحط لكم فيديوهات اللي كتكون رائعه، واخا كنصور في شي اماكن اللي كتكون فيها بعض التشاش ولا شي حاجه، كنحاول نحيد ديك الصوت هذا ونخلي غير الصوت ديالي، التعليق ديالي انا، ونوريكم الاماكن اللي جميله. شوف على اجواء اخوتي والبحر والطبيعه، صراحة كيبقى الأجواء رائعة خوتي هنايا، صراحة الأجواء اللي رائعة، الأمواج كتغني تحت منا وانت في الجبل الفوق، والشجار العصافر كتغني، ما غتسخاش يشبه المكان هذا تغادرو. صراحة أنا بقيت تما حتى الليل، ولكن ما سخيتش نغادر المكان هذا، حيت علاش؟ وكنت كنحاول في أسرع أوقات ندور شبر بشبر، هكايا ندورها شبر شبر، ندورها كاملة، نزور المكان هذا بشبر شبر. علاش؟ باش نشارك معكم حتى نتوما خوتي هاد الأجواء هادي. هاد البلاصة هادي صراحة خطيرة في الوطة ديالو، ولكن رغم ذلك عودت تما باش نصور لكم ديك الأجواء هادي، ونشوف حتى أنايا ونشوف ديك الأجواء كي دايرة. هنا الناس كتجي كتريح مع راسها، كتجي بالقهيوة ديالها كتريح هنا على جنب البحر، كتعيش اللحظات، كتنسى الهموم، تنسى اي حاجه. هذا علاش كنحاول نحط لكم فيديوهات اللي غادي نحاول تفرج فيهم وتنسى الهموم ديالك، تنسى بان كاينه شي حاجه خايبه في الدنيا. هذا خوتي المهم الشمس كانت قريبه تغرب، ولكن رغم ذلك كنت كنحاول نصور لكم لقطه بلقطه. وهنا انتصر علينا الليل ورجعنا بحالنا، والسلام عليكم، نلقاكم فيديو